إخواني أخواتي، تحية طيبة لكم. معي السيد ثابت سرور، رئيس الوفد القطري المشارك هنا بالبطولة العربية لألعاب القوى بالمملكة المغربية، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي. السيد الرئيس، عايزين كلمة حول البطولة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للبطولة العربية اللي في مراكش، طبعا أنا أشوفها من أفضل البطولات، لأن التجهيزات موجودة والملعب ما شاء الله يعني جيد جدا، وتعاون الحكام وتعاون المنظمين مع الوفود ومع الأمور الفنية، والحمد لله رب العالمين. يعني بطولة مميزة بحد ذاتها. فعلى هامش البطولة العربية كان هناك اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد العربي، وخلال هذا الاجتماع تمت دراسة التقرير الماضي ووضع مجموعة من الاقتراحات للنهوض بألعاب القوى العربية. اي نعم، عملنا اجتماع الاتحاد العربي للجنة الفنية، صادقنا على محضر الاجتماع السابق اللي كان على الزوم، وطبعا كان في مقترحات وكان في بعض الامور الفنيه طبعا درسناها وطلعنا بمخرجات جيده، وان شاء الله بنرسلها للمقترحات هذه لمجلس الاداره، وان شاء الله بتقر كلها في سلطنه عمان في صلاله. فهناك علاقه طيبه بين الاتحاد المغربي والاتحاد القطري، وخير دليل على ذلك حضور ملتقى الدايمن ليج بالرباط وحضور البطولة العربية. هذا يؤكد على أنه هناك علاقة طيبة بين الاتحاد المغربي والاتحاد القطري، ونتمنى على أن العلاقة تطور إلى اتفاقيات شراكة وتبادل خبرات وتبادل أبطال، معسكرات تدريبية المغرب ومعسكرات قطر. ممكن هذه الأشياء السيد الرئيس؟ نعم، بالنسبة للشراكة بين الاتحادين طبعا هذه قديمة جدا، وترجموها السيد محمد الفضالة والسيد محمد حيزون رئيس الجامعة المغربية، ترجموها في هذا الشيء. في تعاون بينهم بين اللي هو الدايمون ليج اللي في مثلا في قطر والدايمون ليج اللي في الرباط، طبعا في وجه تعاون طبعا كبير. ولا يخفى عليك ان عندنا مجموعة كبيرة من المدربين المغاربة في قطر، وخير من يمثل المغرب في قطر هم المدربين المغاربة. فكيف كانت نتائج قطر في البطولة العربية هنا بمراكش؟ والله بالنسبة للبطولة العربية في مراكش الحمد لله، طبعا 3 ميداليات ذهبية زين، وعندنا الفضية وعندنا البرونزية، والأمور الحمد لله طيبة. كهذا دافع لنا اللي هو دورة الألعاب العربية، وبعض اللعيبة إن شاء الله سوف يلعبون التتابعات والزانة واللعبات الأخرى في بطولة آسيا والألعاب الآسيوية، في بطولة الألعاب الآسيوية وبطولة العالم، والحمد لله مجموعة كوكبة من اللاعبين. آخر سؤال، كيف شتي مدينة مراكش؟ والله مدينة مراكش بالنسبة لي أنا القديم الجديد، طبعا حضرت مدينة مراكش 87، حضرتها في 87، صارت المدينة مش مثل هذا الوقت. أما بالنسبة الآن طبعا مزدهرة ومدينة مختلفة تماما، يعني 36 درجة من جميع النواحي. شكرا سيد الرئيس، اتمنى لك التوفيق والنجاح، نتمنى التوفيق والنجاح لالعاب القوى القطريه، ونشوفها دائما مزدهره وتعطينا ابطال عالميين امثال برشم والمرحوم هارون وسامبا، واحد مجموعه كبيره من الشرفات العاب القوى العربيه والعالميه. شكرا لك سيد الرئيس.